الكريم رسول الله والله أكرم، وأن الفقير بين الكريمين يحرم. دي كلمات أنا بحب إن أنا أبدأ بيها الفيديو علشان نوعي الناس إزاي إن هم يستخدموا ماكينة الATM، وإزاي لو في أي مشكلة تواجههم إزاي يحلوها. طبعا البريد المصري عمل حاجة كويسة، إن هو بيديلك رسالة تحذيرية ممكن إن أنت تصورها علشان تبقى عارف هو عايز منك إيه وتاخد بالك من إيه. فطبعا في ناس بتنجرف ورا إن حد بيتصل عليها فتديله البيانات بكل أمانة، اقول لك ان انت في مكافأة او في جايزة او في هدية. وطبعا في ناس بتدي ارقام الفيزا وبتدي ارقام البطاقة، ودي طبعا حاجات مش كويسة. اول خطوة لما تواجهك مشكلة زي دي، في عندك رقم بيظهر على ماكينة الATM اللي هو 16789، بتتصل عليه وتقول ان انت اتعرضت لعملية نصب، او في حد اتصل عليك قال لك تحديث بيانات، قال لك ان في جايزة، قال لك في فلوس. فطبعا علشان يوقف لك الفيزا، ودي اول خطوة من الخطوات. اول ما شخص اتصل عليك ويطلب منك البيانات دي، اعرف على طول ان انت هتتعرض لعملية نصب. فطبعا لازم تتصل برقم خدمة العملاء علشان توقف الفيزا، لان طبعا كده حسابك او رصيدك هيتسحب من غير انت ما تاخد بالك. النهارده درس جديد من دروس التعامل على الATM، وفي ناس كتير طلبت ان انا اعمل فيديو بخصوص الموضوع ده، اللي هو في ناس لما بتيجي تشتري فيزا الإيزي باي، فطبعا بيبقى الرقم السري بتاعها معروف، والموظف بيقوله للعميل، والعميل ما بيحبش ان هو يعتمد على الرقم السري ده لان هو تقريبا بيبقى معروف لكل الناس. فهو قال ان طالما الموضوع كده، طب وانا ليه ما غيرش الرقم السري من خلال ماكينة الATM؟ النهارده هناخد مع بعض الدرس ده، وهعرفك ازاي تغير الرقم السري خاص بفيزا الإيزي باي. طبعا احنا زي ما احنا شايفين دي ماكينة الATM. اول خطوة انت بتعملها زي ما قلت، شريحة الفيزا هتبقى لفوق، والبيانات اللي هتظهر قدامك على الشاشة هتتعامل معها. دخلنا الفيزا زي ما قلت، بيطلب منك ان انت تدخل الرقم السري بعد ما تختار اللغة العربية. طبعا احنا بدأنا ندخل في عندك زي احنا ما قلنا، في عندي هنا سحب، استعلام، تحويل، سحب سريع، في عندي تغيير ادخال الرقم السري. وطبعا بما اننا النهارده عايزين نعرف ازاي نغير الرقم السري الخاص بفيزا الإيزي باي، هنضغط على تغيير ادخال الرقم السري. هو بيقول لك ادخل الرقم السري المكون من 4 أرقام، طبعا الرقم السري الجديد. فاحنا هنختار وليكن رقم سري من 4 أرقام. قال لك من فضلك ادخل الرقم السري الجديد للتأكيد. هل تريد إيصال مطبوع؟ فأنت طبعا يا تختار يا نعم يا لا، مش مشكلة، مش عايزين. لقد تم تغيير رقمك السري بنجاح. طيب انت عايز تتأكد ان انت بالفعل اتغير الرقم السري ولا لا؟ طبعا احنا هنعمل عملية الغاء بالضغط على الزر اللي موجود في المكنة. طلعت الفيزا تاني، عايزين نعرف ازاي اتغير الرقم السري. فطبعا هندخل ونشوف مع بعض تاني. زي ما احنا شايفين الماكينة قدامنا، ده المكان المخصص. هندخل الفيزا مرة تانية برضو زي ما قلت. في عندنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية، نختار اللغة العربية. هندخل الرقم السري، لازم نبقى عارفين ان هو ده الرقم السري الجديد بالظبط كده. طالما دخلنا على السحب، استعلام، تحويل، سحب سريع، تغيير رقم سري، يبقى اذا كده دخلني على معلومات الفيزا، يبقى انا كده غيرت الرقم السري بكل سهوله وبكل سلاسه. اعتقد ان دي اسهل طريقه ممكن ان احنا نغير بيها الرقم السري. ده كان خاص بفيزا الإيزي باي. بالنسبه لاي فيزا، لو معايا فيزا توفير هتبقى نفس الحكايه. طبعا لما انت تكون مش عايز تعمل اي خدمات على المكنه، اضغط على زر الالغاء علشان يطلع لي الفيزا مره ثانيه. وكده نكون خلصنا درسنا النهارده ازاي اغير الرقم السري من خلال ماكينه
ATM الخاصة بالبريد المصري. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.